هزيمتنا امبارح قدام الزمالك هزيمه طبيعيه وهزيمه منطقيه. الطبيعي اللي فيها ان احنا كان عندنا كميه اصابات وكميه غيابات غير طبيعيه. لو عند الزمالك نفسه هيخاف يلعب. وتذكر بس الاهلي لما كان بيبقى مكتمل العدد والاهلي في حالته الطبيعيه والاهلي فايق والاهلي بيمسح بكرامه اي فريق يقابله، الزمالك كان بينسحب، الزمالك كان بيهرب، الزمالك كان بيخلع. بصوا لمباراه امبارح، الزمالك غالب 2-1 والاهلي عنده كميه الاصابات وكميه الغيابات ديت وبيلعب بعناصر اللي متوفره قدامه. الكرات حوالين الملعب بتختفي. يا عم ده لسه 3-4 دقايق واكسب، خلاص هتكسب. بتعينوا الكرات ليه؟ الزمالك امبارح بامانه كان بيستغل كل الظروف الطبيعيه والغير طبيعيه عشان يكسب. فصدق اللي قال ما كنتش هكسب الاهلي دلوقتي، هنكسب الاهلي امتى؟ الحاجه الثانيه بقى او المنطق بالنسبه لي ان احنا خسرنا المباراه بتاعت امبارح، احنا كان عندنا عناصر نقدر نستغلها افضل استغلال ونكسب الزمالك. اول حاجه، انت التشكيل بتاعك بتاع الشوط الاول انت سمحت للزمالك 45 دقيقه بتقول له تقدم عشان احنا نخش المباراه واحنا نلعب. اول حاجه المباراه خدمتنا امبارح، زيزو اتصاب، فمعنويا ونفسيا انت المفروض تتفوق على الزمالك، والزمالك فريق ملط بدون زيزو مفيش، الزمالك ما بيلعبش. الزمالك امبارح ما شفتش انا جمل تكتيكيه في الملعب وان هو يروح يجيب له الجون. اللهم ان الكره اتلعبت في ظهر رامي ربيعه، يعني اليوم فوق و15 مباراه تحت، فلا منه كسر التسلل ولا منه ضغط على الجزيرة ولا منه اهان نفسه ونزل جاب الكره مع الارض. فلذلك الزمالك 45 دقيقه يعني بيحاول ان هو يستغل اي خطا في دفاع الاهلي ويجيب جون. ده ربنا كرمه الزمالك وكان كاتب له ان هو يكسب امبارح بسبب كده. الاهلي مش موجود 45 دقيقه، الاهلي ما عندوش اي خطوره، فبالتالي الزمالك استغل خطا من الاهلي وجاب جون. طيب ايه اللي حصل بقى الشوط الثاني لما عملنا التغييرات؟ الاهلي بقى شكله مختلف والزمالك يعني بدا يسحب بقى عبد الله السعيد وبدا يسحب ناصر ماهر وبدا يسحب احمد حمدي اللي كان دافع بيهم في الشوط الاول نتيجه لغيابات الاهلي، والزمالك عايز يكسب. فالزمالك يعني كان عشمان ان هو ينزل الشوط الاول ان هو يبهدل الاهلي، فما حصلش الكلام ده. الزمالك استغل خطا وبالتالي زي ما انت شفت اللي حصل الشوط الاول. الشوط الثاني لما الاهلي اداؤه اتغير وبدات تصلح في التشكيل بتاعك واللعيبه المتخاذله عندك بدات تطلعها، الاداء اختلف تماما. تفوقت على الزمالك، كنت مسيطر بقى في الدقائق من اول الدقيقه، بتتكلم الدقيقه 60 انت مسكت الملعب بالطول بالعرض، بقيت تعمل اللي انت عايزه. شفت الخطوره عن طريق وسام ابو علي، رضا سليم، احمد عبد القادر لما نزل وسحبت محمد هاني وطلعته ورجعت عمر كمال عبد الواحد لمركزه الطبيعي. الاهلي اداؤه اختلف وسجلت في الزمالك وكنت اقرب ان انت تتقدم على الزمالك، لكن ده ما حصلش لان ربنا ما كتبلكش التوفيق. وفي نفس الوقت انت من الاول سمحت ان الزمالك يركب الجيل. الزمالك ربنا كرمه بحاله التوهان اللي عندك المعتاده اخر 5-6 مباريات. انت اللعيبه عندك بقى بتجي لها حاله توهان، اللعيبه بتجي لها عندك حاله سكر. الزمالك لطش جون وخد اللي هو عايزه وفي نفس الوقت تقدم عليك، وبالتالي كان صعب ان انت ترجع في النتيجه. اللي حصل بقى في الدقايق الاخيره طبيعي جدا الزمالك يعمل كده، طبيعي جدا الزمالك يستغل الحاجات ديت وان هو يعني يطلعك بقى في الدقايق الاخيره من المباراه. يعني الزمالك لازم يكسب، يعني في الطبيعي انت يعني مش عايز ترجع الاهلي، يعني بتستغل الظروف اللي هي شغل العيال ده، فما عليه. اللي حصل في مباراه الزمالك ما يحصلش في مباراه مازيمبي. هنلعب قدام مازيمبي مباراه مهمه جدا يوم السبت. اول حاجه مش يعني اللعيب اللي مش راجل ما يلعبش، ما نشوفوش. عمو كولر يكون مركز عن كده. التوليفه اللي هتنزل في مباراه مازيمبي في ارضه وسط جمهوره في ملعبه لازم تكون متيقن تماما اللاعب اللي هينزل يلعب المباراه راجل ذكر في الملعب، راجل شايل تيشيرت الاهلي. ده اللي انت عايز تشوفه من جمهور الاهلي. الجمهور مش هيسمح بمهزله زي حصلت في مباراه الزمالك بالعناصر اللي كانت موجوده دي. والله كنا نكسب الزمالك، كنا نتفوق على الزمالك، لكن ان شاء الله ان احنا ناخد درس قوي جدا بهزيمتنا قدام الزمالك ونروح نقابل مازيمبي في مباراه نصف النهائي. فبالتالي ما عندناش مجال ان احنا نفرط في مباراه الذهاب بتاعه مازيمبي، لا نروح نعمل مباراه قويه جدا، نحسم المباراه من هناك، نرتاح من هناك عشان نبدا بعدها نستعيد كميه الاصابات اللي عندنا وربنا يكرمنا.
قادرين ان احنا نحسم الدوري. عندنا لاعيبه، ما تنساش يا جمهور الاهلي، عندنا لاعيبه والله تاثر في اي فريق وتهد اي مدرب، وتاثر في اي فريق ان هو يعني يكون بيوصل لنصف النهائي، وان هو بيحارب في الدوري بالطريقه ديت. لو فريق غير الاهلي والله كان انسحب من الدوري وكان بطل وكانت نزل لاسفل او درك جدول الترتيب. فمباراه مازيمبي زي ما بنقول عايزين لعيبه رجاله، عايزين نشوف لعيبه رجاله. الاداء بتاع الزمالك ده والله ما يمشي معانا، اداء مخزي جدا. بعض اللعيبه يعني محمد هاني المفروض هو وعمر كمال عبد الواحد تشوف جابها ناريه، لكن عمر كمال عبد الواحد اتمسح بكرامته الارض قدام وورا، يعني كان بيرجع يدافع مكان محمد هاني وبيلعب قدام. فانت يا محمد هاني مستني ايه؟ ده انت لعيب دوري بتلعب 7 سنين في الاهلي اساسي ومفيش تطور في المستوى. رامي ربيعه انت جاي لك فرصه تبقى مدافع للاهلي، ايه الاخطاء الساذجه دي؟ يا اخي ايه الاخطاء الساذجه ديت؟ يعني ما تحصلش، والبطء اللي عندك المفروض تطور في نفسك. في نفس الوقت انت بتلعب مودست كل يوم يا عم كولر، جريمه في حق الاهلي. مودست ده يلعب لما يكون الاهلي فايق، اللعيبه تخدم عليه، الاهلي بيكسب باي طريقه، فانت بتنزله هيبقى متداري في وسطهم. لكن بالطريقه ان انت تنزله وتبقى بالطلب ان هو يشيل الخط الامامي، لا ما يحصلش. ما تكبرش بقى وتعافر فيها. فمباراه مازيمبي عندنا فرصه ان احنا نكسب، نتفوق، نستعيد الثقه بتاعتنا تاني. ده مباراه الحسم، لازم يبان فيها المعدن بتاع الاهلي والرجوله بتاعت لعيبه الاهلي تبان فيها. ربنا ان شاء الله يكرمنا في مباراه مازيمبي، ربنا يكتب لنا التوفيق فيها. درس مباراه الزمالك كان مهم جدا، وان انت تفوق كمدرب وكلاعيبه عشان تحسم مباراه مازيمبي وتوصل للنهائي ان شاء الله، وربنا يكرمنا فيها. وفي نفس الوقت مباراتك المتبقيه في الدوري ما تفقدش بقى فيها نقاط. عندك حوالي 6 مباريات ب 18 نقطه، ال 18 نقطه دول محتاج منهم حوالي يجي 13 نقطه عشان تبقى في ترتيب صداره الدوري وتلعب بطوله افريقيا السنه الجايه ان شاء الله. نتمنى من لعيبه الاهلي تكون استوعبت درس مباراه الزمالك امبارح، اللي كنا نامل ان احنا نكسب فيها في ظل العناصر المتوفره، وكان عندنا القدره ان احنا نكسب بيها المباراه. وزي ما بنقول مباراه بقى مازيمبي اللي حصل في مباراه الزمالك ما تكررش. حاله التوهان اللي بتبقى تيجي في اخر المباراه، عدم التركيز اللي بيبقى موجود عندنا ده ما نشوفوش. العب ذكر، العب راجل، الاداء الرجولي اللي احنا عايزينه في مباراه مازيمبي ان شاء الله. عم كولر ربنا بقى يكرمه وربنا يوفقه ويعمل لنا توليفه حلوه. عندنا كميه اصابات، الله يعني الله المستعان، هنعمل ايه؟ لكن زي ما بنقول احسن حاجه الاهلي يعملها في الموسم ده او صفقه ان انت تعملها يعني تشوف حل لمشكله الاصابات. نقبل ان شاء الله مباراه العوده نستعيد امام عاشور، حسين الشحات يكون رجع في نفس الوقت برضه زي ما بنتكلم على ياسر ابراهيم اللي مفتقدينه في خط الخلفي تماما. ونص الملعب زي ما انت بتتكلم بقى مروان عطيه، زي ما كنا يعني احنا دلوقتي مش عارفين مروان عطيه هيلعب مباراه مازيمبي الذهاب ولا لا. فالله يكون في عون عم كولر، والله يكون في عون الجمهور يعني احنا مش عارفين يعني امتى القايمه كلها تبقى مكتمله وانت بتلعب بالعناصر بتاعتك كلها في اي مباراه. فقطر عندنا مستشفى مفتوحه، وخساره 3 نقاط امبارح كانوا سهلين جدا، كانوا في المتناول جدا قدام الزمالك. نأمل ان شاء الله ربنا يعوضنا خير في مباراه مازيمبي، ويكون الفرحه من هناك والانتصار من هناك، وان احنا نتاهل من دور نصف النهائي في مباراه مازيمبي في مباراه الذهاب.